بس الفكره كلها ايه؟ طول ما انا بتعامل بحدود وباحترام وبادب، ومثلا لما انا باجي اتكلم معاه انا بوطي صوته، هو عمره ما هيعلي صوته. طب على صوته، لا وطي صوتك. بس هنا احنا محتاجين بقى نقول لهم حاجة مهمة جدا، ان واحد لازم القواعد تبقى واضحة وصريحة طبعا وموجودة في البيت. لازم لازم. لازم تبقى واضحة في البيت. اتنين، لازم كل واحد من الولاد يعرف ويعبر عن حدوده، ونبدأ نحطها في القوانين بتاعتنا. تلاتة، لازم اطبق ده زي ما انتي قلتي يا فاطمة في الحياة اليومية بتاعتنا، عشان هم يقدروا يتدربوا عليه. هضيف عليكي اخر حاجه عشان ننهي بيها، انه لازم ان الام والاب يدوا الفرصه لولادهم اه صح. يعبروا عن مشاعرهم وعن رايهم بالظبط. علشان ما يخسروش ولادهم. هي بالظبط. دي اللي هتخلي بدايه التربيه تبقى تربيه تبقى سويه. تمام يا رب، ان شاء ان الله شاء كل الله الولاد نتمنى والبنات يا رب. والاخوات والاخوات يا رب. يبقوا بالظبط. كويسين. ولو احتجتوا اي حاجه او عندكم اي مشكله تحت مش قادرين امركم في اي تحلوها، حاجه اكيد. ابعتوا لنا واحنا ان شاء الله هنكون معاكم.